انت اللي في ايدك القرار، وبايدك بتختار. يا تقوم وتتحرك وتعمل حاجة مفيدة، يا تكمل تقليب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. معكم مهدي حامد، ودي قناة الرحلة. يلا بينا. لو جينا نتأمل الجملة اللي في الأول والآية القرآنية اللي كانت تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هنلاقي التغيير مش بيجي من الناس ولا بيجي من بره ولا بيجي من الظروف، ولكن التغيير كله بيجي من نفسك أنت، بيجي من جوه داخليا كده. في الأول إن الإنسان بيكون عنده نية، وبعد كده النية بتتحول لفعل، وإنه ياخد خطوات في اتجاه الحاجة ديت أو الحاجة إن هو يحسن من نفسه أو يترك سلوك مش كويس او سلوك سيء. افتكر كنت قريت بوست لحد كان بيقول يا ريت امي ترجع تاني وتفضل تقول لي ذاكر، وفي نفس البوست بيقول الزمن ما بيرجعش، وانه انتهى زمن اللوم والعقاب والحاجات دي كلها، ولكن الان كل واحد بعقله وكل واحد بتفكيره دلوقتي، وكل واحد مسؤول عن الحاجه اللي هو بيعملها. قد ايه محزن ومؤلم ان الواحد يدرك الحقيقه دي مؤخرا او متاخرا، انه يبدا يدرك انه هو المسؤول عن نفسه وعن قراراته واختياراته، وان هو لو وجع هو المسؤول يقوم نفسه، وهو المسؤول عن كل حاجة بتحصل في حياته. وحتى لو اختار طريق غلط هو المسؤول برضه انه يصحح لنفسه، ومحدش هيجي يكتشفه، ومحدش هيجي يكتشف له الطريق، ومحدش هيطلعه من الطريق اللي وجع فيه. فهو المسؤول مسؤولية كاملة عن الحاجة اللي بتحصل له، انه يطلع نفسه منها او يغير الطريق او يخش في طريق صح او يرجع من طريق غلط. المجتمع مش امك اللي خايفه عليك، ولا ابوك اللي مستني يامن لك مستقبلك او نفسه يامن لك مستقبلك. المجتمع مش هيستناك ومش شايفك اصلا، مش شايف انت بتعمل ايه ولا شايف الحاجات اللي بتمر بيها اصلا. فبلاش تستنى الفرصه المثاليه والزمن المثالي والشخص المثالي والحاجات المثاليه دي كلها. لازم الواحد يبدا يسعى وهو في قاع القاع. يعني لو ده قاع انت جواه كده جوه القاع، لازم تبدا تسعى وتحاول وتعافر، لان محدش هيجي يطلعك. انت المسؤول مسؤوليه تامه عن انك تطلع نفسك من الحته ديت، وانك تحسن من نفسك وتطور من نفسك والليله الطويله العريضه دي كلها. فانت لازم تكون مسؤوليه نفسك. يعني لما تبدا تقتنع بالكلام ده وتدخله في نفسك هتبدا تحسن من نفسك، مش هتستنى حد يطلعك، ولا هتعيش في دور الضحيه. اصل هم ظلموني، اصل هم سابوني، اصل الدنيا وحشه، اصل الدنيا ظلمه، اصل الدنيا. فلما تبدا تتنازل عن كل الافكار الغلط دي، تبدا تقتنع بان انت المسؤول مسؤوليه تامه عن الحاجات اللي بتحصل، فتبدأ تسعى بكل جهدك، حتى وانت تعبان، حتى وانت متضايق، حتى وانت جرفان. تبدأ تسعى دايما انك تحسن من نفسك، وتسعى انك تكون شخص كويس، وانك تجتهد على قد ما تقدر. مش هتكون مثالي، مش هتطلع عن المريخ ولا تغير الكوكب ولا تغير العالم، بس هتسعى بحيث انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله وعن سعي. خلاصة خليك فاكر ان التغير الحقيقي بيبدأ من جوه، ان تكون نية، وبعد كده تبدأ تاخد النية دي تكون نية كويسة، وتبدأ تطلع منها أفعال، وتبدأ تسعى في إنك تحسن من نفسك، علشان محدش هيجي لك يطلعك من اللي أنت فيه، ولا كمان إنك هتعيش دور الضحية وإنك تفضل تولد الظروف والدنيا والليلة دي كلها. فالتغير بيبدأ منك، وإنك تبدأ تاخد أفعال حقيقية إنك تحسن من نفسك باستمرار، من غير ما تفضل تشكي كتير ولا تلوم الناس وتلوم الظروف وتلوم كل حاجة، أو نستنى حد. بس لو حد يجي يطلعني، أصل لو حد يساعدني، أصل لو حد يلاقيني شغل في المكان الفلاني، أصل فالليلة دي كلها فكك منها. انت المسؤول عن نفسك. اسعى وحاول، علشان انت تستحق حاجة احسن من كده، تستحق حاجة انظف من كده. فلازم انت تسعى وتعافر بنفسك علشان توصل للحتة دي. ولما توصل ليها هتحس بسعادة كبيرة جدا، انك قدرت بنفسك، انك بنيت نفسك بنفسك، وانك عملت حاجة فعلا كويسة لنفسك. طبعا مش بهامش بدور الناس اللي حواليك او الحاجات دي كلها، ولكن او الناس اللي ربتك او اهلك او كده، ولكن لازم تكون عندك العقلية ديت انك محتاج تسعى، وانك تبدا تتخلى عن انك معتمد اعتماد كامل على الناس اللي حواليك. لا، انت مسؤوليه نفسك، وانك تبدا تسعى، وربنا يوفقك. وما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل الحاجات الجميله اللي قلت لك عليها ديت، واكتب لنا في التعليقات تحب نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. واتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم. تعالى ندردش شويه مع بعض. سبحان الله، من ضمن الحاجات اللي الواحد كان معتقدها زمان انه في حد هيجيله، انه دايما في حد، اصل لازم يكون في دور منقذ في الموضوع، حد هيجي يطلعني من اللي انا فيه. يعني انا زعلان، في حد اكيد هيفرحني. مش عارف الموضوع، في حد هيجي شغل، في حد هيجي. ف مش عارف اتعلم الحاجه الفلانيه، فده حد هيجي يعلمها، يعني في حد هيساعدني، في حد كده. مش بقول لك ان ممكن فعلا ربنا سبحانه وتعالى يوقف لك في طريقك ناس تكون سبب في انك تدخل في مجال معين او ايا يكن، ولكن ده مش حاجه اكيده في كل مره. يعني مش هتفضل قاعد كده، لا انا مستنيهم يجوا مش هعمل حاجه غير لما حد يجي. لا، انت ممكن تعافر وتطلع وتنزل وتخبط راسك تتخبط في الارض وتقوم تاني. هتلاقي ربنا يسر لك الدنيا بحد انه اعطاك معلومه تفيدك، فدخلت منها في الطريق ده بسم الله ما شاء الله.
يعني أنجزت فيه مسافة طويلة جدًا بسبب نصيحة بسيطة، ولكن مش دايمًا هييجي لك حد منقذ، هو هييجي لك حد كسبيل كمساعدة بسيطة كده زَجّة كده، لكن مش هييجي لك حد يطلّعك من اللي أنت فيه. وكمان على النقيض التاني دور الضحية، إن الإنسان دايمًا أصل ظروف البلد وحشة، أصل ما فيش شغل، أصل يعني أحيانًا الواحد بيعيش الحتت دي، لكن إنك تكون عايشها طول حياتك دي مستحيل، يعني صعبة، يعني بتدخّلك في مشاكل نفسية فظيعة. كمان مش هتنجح في حاجة في حياتك وأنت عايش دور الضحية للأسف يعني. أحيانًا ساعات بنحط حتّة منها كده اللي هو إيه، عشان نكنسل حاجة أو عشان نسوّف عشان نعمل، بس مش دايمًا، يعني زي ما قُلت لك دايمًا ده مرض، وأحيانًا الأفضل إن طبعًا عدم يعني إيه، نركنها خالص، ما نعيش إحنا مسؤولين عن نفسنا وعن حياتنا، ربنا خلق لنا العقل والسمع والبصر واللسان الأنف والمناخير والدنيا دي كلّها، فإحنا مسؤولين عن مين؟ عن أنفسنا. طبعًا هو كل راع مسؤول عن رعيته ديّة حاجة تانية، برضه يترص دلوقتي، بس دايمًا خلّيك ابتعد عن الحاجتين دول، إنك تكون ضحية، دور ضحية، أو إنك تعيش مستني المنقذ ييجي لك، خلّيك أنت المسؤول، واسعى بإمكانياتك، وهتلاقي مع الوقت تلاقي إنك كنت تظن في إمكانياتك أقل من كده بكتير، لإن إمكانياتك كبيرة جدًا، جدًا، وأنت ما تعرفش غير لمّا تكتشف ده، فما فيش حد فينا وِحِش، كلّنا جامدين، كلّنا مميزين، وكمان ما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك بقى عشان عايزين نوصل ل1000 يا عم، عايزين نوصل ل1000 يا عم. المهم سلام. كان معكم عماد حامد، أحدهم يسعى وأحدهم يحقق. هل نكون نحن من الذين حققنا بعض الأشياء في المستقبل؟ لا نعلم ولا أحد يعلم. هذه الجملة التي تتكرر على لساني مجددًا، لماذا لا أعلم برضه. نسأل الله التوفيق، ودمتم بخير وإلى اللقاء. سلام.